يا أخي الكريم، عندما بدأت مشوار الحوثية، أو إحنا كانت المذهب زيدي، وكنا نعتبر علماء للمذهب الزيدي، الدكتور المرتضى المحطوري، مجد الدين المؤيدي، بدر الدين الحوثي، كنا نعتبرهم علماء كافة للمذهب الزيدي. وكنا نعرف بأن هؤلاء مراجع للزيدية، مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي. فتفاجأنا أنه قيام أولاد بدر الدين الحوثي بهذه الحركات، بهذا الحرب، بهذه في البداية كنا نعتقد بأنه فعلا يعني أنهم بيضطهدوا علماء الزيدية أو فئة من الزيدية، بشكل أنه كان بدر الدين مرجع للزيدية. هل علمت أن مجد الدين المؤيدي رحمه الله اختلف معهم وحذر منهم؟ لم يصل لنا هذا الشيء. لم يصل. إذن نحن بحكم أن احنا كنا في صنعاء، أعتقد أن كان هذا الشيء موجود لديهم في صعدة. وبالنسبة لي أنا ما وصلت لي الفكرة بشكل عام عنهم، يعني لم أدرس أنا معهم من سابق، ولم يكن معي تواصل لديهم من سابق، إلا في خلال هذا العام فقط، يعني عن طريق أحد الأقارب في هذا العام فقط. أستاذ حسين تفضل. أخ عبد الله تفضل. الشيخ حمود عباس المؤيد أليس من كبار علماء الزيدية؟ نعم. طيب، أما سمعت نصائحه في هذا الموضوع وأنت في صنعاء؟ لم أسمع، لم تصلنا. سمعت بالبيان الأول الذي خرج عن علماء الزيدية في بداية الحرب، هذا طيب، سمعت به عن طريق الصحف. ما دام سمعت هذا البيان السابق عن علماء الزيدية، لماذا لم تعرف أن هذه هي الحقيقة، أن يكون واحد على حق والآخرين على باطل، والكل بالإجماع من علماء المذهب الزيدي؟ نحن أصحاب مذهب زيدي جميعا، ونحن هاشميون كما ترى، أقولها بحقيقة. هذه الفئة التي خرجت لا تمثل لا زيدية ولا هاشمية ولا يمن بشكل رئيسي. أعرف أن بشكل عام على مدار الزمن دائما الهاشميون كانوا يختلفوا في أي قاد، لكن لم تعرف أن مثلا فخامة الرئيس حفظه الله، هذا الشخصية العفوية الكبيرة، نعم، أجمع عليه جميع الشعب اليمني بما فيهم المذهب الزيدي، المذهب الهاشمي، المذهب الحنبلي، السنة، كما جميع الأطراف في اليمن، كلهم مجمع على حب هذا. ويأتي شخص آخر يكفر شخص ويكفر أمه معه من الشعب. هذا دعنا نستمع إلى تعليقه على ما قلت. عبد الله. أيوة. تفضل. بالنسبة لي أنا لم أعلم بأنهم كفروا رئيس الجمهورية ولا كفروا ناس في داخل اليمن، ولكن الذي قتلوهم. لكن بدل أليس القتل أكبر؟ أنا شخصيا أنا بعض الآخر هم ممن يقولون من أشخاص ينتمون لهم في الجو، يقولون هؤلاء ممن يقولون منافقين. هل تعلم يا أخي عبد الله أن ما كنت تنسخه من سيديهات وملازم هذه كانت تعبئ من ذهبوا إلى القتال؟ نعم. أستاذ حسين. يا أخ عبد الله تفضل. أنا أسألك سؤال مجرد. كنت تعمل سيديهات وكنت تأخذ الملازم، وكنت تريد أن تذهب بها إلى عدة مناطق وتبذل نفسك في عدة أماكن في المحافظات. هل هذا السؤال ما سألت نفسك أنت هذا السؤال، لماذا أنا أقوم بهذا العمل؟ لا، كثير سألت أنا نفسي هذا السؤال، وكثير ما كنت أسأل يعني هل أيش دور الشعار هذا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، بحثت عن إجابة. إذا ما كان ماذا كانت الإجابة؟ بماذا رددت على نفسك؟ بالنسبة في هذا الوقت يعني رجعت إلى صوابي أنه لم نجد لا أمريكا ولا إسرائيل في هذا الوقت. طيب يا عبد الله، تفضل. ما وجدت لا إسرائيل ولا أمريكا، ما اقتنعت في نفسك قبل هذا وأن تبحث في صنعاء عن توزيع المستلزمات والسيديهات أنك لم تجد أحد من إسرائيل أو أمريكا داخل هذا المكان؟ يا سيدي اسمح لي أن أوضح لك. أنا لا أريد أن أسألك عبد الله سؤال بس. لماذا أنت ما دام أنتم لم تجد لا إسرائيلي ولا أمريكي داخل هذه المدينة أو أي مدينة في اليمن، لماذا لم تقول لأصحابك يا شباب لا تصدقوا لا إسرائيلي ولا أمريكي تواجدون؟ دعنا نسمع منه. عبد الله. تفضلي. بالنسبة لي أنا قد يعني كان قبل أن أمتسك كان قد بدأت أفكر في هذا الشيء. نعم. وبدأت أتراجع يعني وأفكر في قضية الشعار، في قضية الملازم، في قضية السيديهات،
في أثناء خلال هذه الفترة تم يعني القبض عليها. ومع ذلك يعني ننصح الشباب بعدم هذا ما نريد منك، أن توجه إذا نريد السؤال وتدعو الشباب. نصيحة منك للجميع، ماذا تقول؟ أنصح الجميع وبالذات الشباب، فئة الشباب، بعدم الاقتراف في هذه الأخطاء. قد أخطأ كثيرين لكن ما يدخلوا في هذا الشيء بشكل غلط، ما يتم الشيء إلا عند استشارة آبائهم، الرجوع إلى العلماء.